أهلا بيك. تخيل كده أنت بتتفرج على فيلم قديم وبتسمع جملة مأثرة فيك جدا. جملة من نوعية: الدنيا يا ولدي ليها وشين، أبيض وأسود. لما تبقى بيضة افتكر الأسود علشان تسلك، ولما تبقى سودة افتكر الأبيض علشان تقدر تعيش لبكرة. ممكن تكون سمعت الجملة دي، صح؟ طب أنت عارف اتقالت في فيلم إيه؟ خليني أفكرك. الجملة دي اتقالت في فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة. أيوة، هو الفيلم بتاع عادل إمام ويسرى فعلا، زي ما أنت قلت بالظبط. الفيلم ده يعتبر من أعظم أفلام السينما المصرية. تفتكر مين اللي قال الجملة دي؟ خلينا أسهلها عليك. الشخص اللي قالها هو الفنان علي الشريف. يمكن اسمه ما يكونش على رأس قائمة نجوم الشباك، أو يمكن كتير من الناس ما يعرفوهوش، بس علي الشريف كان واحد من أهم النجوم اللي سابوا بصمة حقيقية في أدوارهم، حتى لو ما كانش في دور البطولة المطلقة. لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو ونعرف مين هو علي الشريف. وجه مصري أصيل، ملامح حادة وصوت غليظ، هو ده الفنان علي الشريف. بس ورا كل ده كان في قلب طيب، قلب من ذهب، وعقل متعدد الغرف والنوافذ. 3 يناير 1934 اتولد في بيت مصري بسيط وسط أسرة متوسطة في القاهرة. طفل لم يكن يعلم والديه أن هذا الطفل موهبة متجسدة في شكل إنسان، إنه الفنان علي الشريف. نشأ علي وسط أجواء مليانة ثقافة وكتب. العيلة كلها كانت بتحب القراية، وده خلاه من بدري قوي يكون مهتم بالسياسة والثقافة، ويكون عنده رؤية عن مشاكل الناس والبلد من وهو لسه صغير. مرت أيام وسنين ونجح علي الشريف في الثانوية العامة بمجموع كبير أهله إنه يدخل كلية الهندسة. وجوه الجامعة توهج حماسه الوطني وبقى يتكلم أكتر في السياسة وعن الناس. عاوزك تتخيل معايا الحياة في الستينات كانت عاملة إزاي، مش زي أي وقت تاني وبالذات في السياسة. طب تقدر تتخيل طالب في الجامعة وسط أجواء سياسية ملتهبة؟ لا، وعلي الشريف ما كانش بس طالب، كان صوته مسموع بين الناس، بيتكلم في السياسة بكل جرأة، رغم إن الكلام في السياسة في الوقت ده كان زي السير على الأشواك. وفي يوم من الأيام علي لقى نفسه في السجن متهم بالمشاركة في مؤامرة لقلب نظام الحكم. تخيل تبقى شاب في العشرينات وتلاقي نفسك محبوس. عارف إيه اللي حصل مع علي؟ بدل ما ينهار أو يستسلم، استغل الوقت ده في حاجة تانية خالص. داخل السجن بجانب الأشغال الشاقة اللي كان بيعملها علي بكل جهد وتفاني، بدأ يمثل. أيوة، بدأ يمثل مع زمايله في المعتقل. بدأوا يمثلوا مسرحيات علشان يقتلوا الوقت اللي قاعدينه في السجن. وفي يوم وهو في السجن، علي الشريف قابل فنان الكاريكاتير والسيناريست الكبير حسن فؤاد، واللي شاف علي بالصدفة وهو بيمثل وشاف إن عنده موهبة حقيقية، ونصحه إنه يكمل في التمثيل. ومن هنا اتغيرت حياة علي الشريف، ولما خرج من المعتقل ساب كلية الهندسة ودخل كلية التجارة. والقدر لعب معاه لعبته لما رشحه الفنان حسن فؤاد للمخرج يوسف شاهين. نظرة يوسف شاهين للفنان غير نظرة أي حد. يوسف شاهين شاف في علي موهبة كبيرة، مش مجرد ممثل، شايف فيه شخصية مصرية أصيلة تقدر تجسد دور دياب في فيلم الأرض، واللي كان بطولة محمود المليجي ونجوى إبراهيم وعزت العلايلي. الأرض واحد من أهم الأفلام في السينما المصرية، وعلي الشريف كان واحد من الشخصيات اللي شكلت روح الفيلم ده. دوره كان فلاح بسيط. تقدر تفتكر معايا لما دياب كان بيحسد أهل البندر على الطعمية السخنة والعيش البلدي؟ انت عارف ان المشهد ده اللي ما يعديش ثواني من أهم المشاهد اللي في الفيلم؟ عارف ايه اللي كان مميز؟ ان علي ما كانش بيمثل، علي كان عايش الدور. كل كلمة وكل مشهد، كل لحظة كانت حقيقة. بعد فيلم الأرض وسطوع نجم علي الشريف، بقى نجم كبير، يمكن مش نجم الشباك، لكن الناس كانت دايما منتظراه في كل فيلم جديد.
صحيح إن أغلب أدواره كانت تجسيد مباشر للشر، لكن بفضل موهبته الكبيرة كان بيقدر يتلون ويغير جلده بصورة رائعة بين كل دور والتاني. من أشهر أفلامه على من نطلق الرصاص، الكرنك، عودة الابن الضال، ليل وقضبان، أفواه وأرانب، وغريب في بيتي. كان لعادل إمام النصيب الأكبر من موهبة علي الشريف، لأن علي شارك الزعيم في أفلام كتيرة، منها المشبوه ورجب فوق صفيح ساخن والإنسان يعيش مرة واحدة وحب في الزنزانة وعصابة حمادة وتوتو وكمان الأفوكادو. تقدر تقول إن الكيمياء اللي كانت بين عادل إمام وعلي الشريف كانت هي سر نجاح مشاهدهم مع بعض. وفي الدراما قدر علي إنه يسيب أثر في كل عمل قدمه، ومن المسلسلات دي كانت دموع في عيون وقحة والباحثة وأحلام الفتى الطائر ومسلسل الأيام. كل عمل كان بيشارك فيه علي الشريف كان بيضفي عليه طابع واقعي وحقيقي وصادق. علي الشريف كانت ليه قصة غريبة جدا مع الموت، وكأن القدر كان معاه طول الطريق. في يوم من الأيام وهو بيستعد لافتتاح مسرحية علشان خاطر عيونك، بص لزوجته السيدة خضرة وقال لها جملة مش أي حد هيقولها. قال لها: هموت بكرة الساعة 7 صباحا. تخيل كده الإحساس ده ونظرة زوجته ليه. لا، وكمان طلب منها إنها تتجوز بعد وفاته وتعيش حياتها، لأنها كانت لسه صغيرة. طبعا زوجته رفضت وكانت في حالة صدمة. حاولت تهديه وقالت له يروح للدكتور، بس هو رفض تماما، لأنه كان عايز يموت فعلا بين بيته ووسط زوجته وأولاده. وطلب منها كمان إنها ما تروحش الشغل، وكمان إن ولاده ما يروحوش المدرسة، لأنه متأكد إنه هيموت. وفعلا علي الشريف مات في اليوم اللي بعده الساعة 7 الصبح زي ما قال بالظبط، علشان يرحل بروحه ويترك فنه ليمتع جمهوره بيه. كانت آخر كلمات يقولها علي الشريف قبل وفاته: مدد يا أهل البيت، ومدد يا حسين، وسامحني يا الله، وجايلكم يا أهل البيت. كان وقتها بيقرأ في كتاب مقتل سيدنا الحسين، ولما وصل للحظة مقتل الحسين انفعل بشكل كبير. علي كان دايما بيحكي للناس إنه من نسل الإمام الحسين والسيدة فاطمة الزهراء، وده خلاه مرتبط روحيا بقصة الحسين. علي الشريف ساب وراه 6 أبناء، 3 بنات و3 أولاد. ابنه المخرج حسن الشريف حكى إن أحمد زكي كان بيصور مع والده فيلم البيه البواب، ولما عرف بخبر وفاته دخل في غيبوبة من الصدمة وراح بسرعة على المستشفى. الموت كان حاضر في حياة علي الشريف قبل ما يحصل، وكأنه قلبه كان عارف نهايته وجاهز ليها. وعلشان كده علي الشريف مش مجرد فنان أدواره مرت مرور الكرام، هو واحد من الناس اللي حياتهم وأعمالهم كانت مليانة معاني كبيرة وصدق، من أول مشهد في فيلم الأرض لحد لحظاته الأخيرة في الحياة. علي الشريف كان بيعيش كل لحظة بعمق وحب للفن والناس. يمكن ما خدش أضواء النجوم الكبار، لكن حضوره كان أقوى من أي ضوء. في النهاية علي الشريف ساب لنا أعمال بتحكي عن قصة إنسان عاش الحياة بكل وشوشها، الأبيض والأسود، وكان دايما شايل جواه قلب حلم وأمل لبكرة. لو كنت من محبي علي الشريف أكيد بتفتكر دور في فيلم معين أو مسلسل ما، دور عمرك ما هتنساه ولا عمر قيمته هتقل مع الزمن. افتكر دايما الفنانين الحقيقيين هم اللي بيعيشوا في قلوبنا حتى بعد ما يرحلوا. وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا. عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل، وآن الأوان نعرف حكايتهم. وما تنساش تشترك في القناة علشان تكون دايما جوه الحكاية.